معنا كوب عدس بجبة، معنا كوب عدس أصفر، والاتنين دول هنضيفهم هنا. نحط عليهم مية سخنة. هنسيبهم لمدة ساعتين 2 أو أكتر. بعد كده هناخدهم ايه، نشوف هنعمل فيهم ايه بعد كده. خليكم معانا. احنا هنا غسلناه، وبعد ما اتغسل وتنيح اهو كده يا بنات، كده خلاص تمام. بعد كده هنضربه في الخلاط، نحطه في الخلاط. وبعد كده هنعمل ايه، هنجيب المكونات اللي احنا هنضيفها عليه وهنحطها، هنقولها دلوقتي. كده احنا معانا هنحط هنا كزبرة، وهنا هنحط معانا بقدونس بطة، وكده معانا شبت، وهنا معانا كمان فلفل حراق، ومعانا فلفل اخضر. اما دي احنا البنجر قشرناها. هنا معانا بصل وحبة توم. هنضربهم دول كلهم مع بعض في الخلاط. واللي هنضيفه معلقة من خلطة مايوي، خلطة الأرز المبخرة، نحط معلقة. وهنحط معانا خلطة الكفتة بتاعت مايوي، نحط برضو منيها معلقتين 3 أو 4 على حسب الكمية اللي انتي عاملاها. بعد كده هنحط خلطة لما نضربهم كلهم مع بعض هنخلطهم، وهنحط عليهم خلطة الفيجيتار بتاعت مايوي البارد. لو انت عايزاها سبايسي حطي خلطة مايوي الفيجيتار الحار. هنخلط دول كلهم مع بعض وهنرجع لكم تاني. وهنا كده اهو، كده تمام اهو. لما ايه خلطناهم، فرمناهم على بعض وخلطناهم. ودلوقتي هنحط خلطة مايوي بتاعت الأرز البخاري اهو. هنحط منها معلقتين، وهنحط معلقتين من الكفتة بتاعت او 3 معالق من كفتة مايوي. وهرجع لكم تاني. كده احنا حطينا خلطة الكفتة، وحطينا معلقتين من خلطة الأرز البخاري، وهنحط معانا نص كيس بيكنج باودر، نص كيس بس تمام. بعد كده احنا هنحط ايه الخلطة الدجاج بتاعت مايوي، اللي هي دي هنحطها. وهنعجن ايه اهو، وهنعجن الخلطة دي مع بعضيها. وبعد ما نعجنها هنرجع لكم تاني، وهنبتدي بقى ايه نصبحها. ماشي. كده احنا معانا الكركم والجنزبيل والكبيبة صيني، ومعانا كمان الملح والفلفل والكمون وحبة قرفة. معانا حبة نعناع ناشف. هنحط كل المكونات دي عليهم اهو. وحطينا ايه اهو، وهنعجنهم وهنوريهم لكم. هنا بصوا صبعناها كده يا بنات، وهنا هنبتدي بقى ايه هنقليها في الزيت اهو. اهو يا بنات هنقلي كل كمية وهنرجع لكم تاني.